يسأل عن صلاة التهجد، يقول تبتدئ من ال15 أو من العشر الأواخر. رمضان كله محل قيام الليل، فسواء صلى هذه التراويح متقدمة أو أخرها إلى آخر الليل، أو يعني صلى تراويحين أو أكثر. في بعض المساجد من بداية رمضان بيصلوا، يعني يصلي التراويح مش تاني يجي يصلي بالناس، وهكذا. هذا قيام رمضان، ولا تستطيع أن تمنع الناس من أن يصلوا في رمضان، لن تستطيع أن تمنعهم، فإن هؤلاء قدموا وأولئك أخروا الصلاة. يعني في ناس بيصلوا مع العشاء، وفي ناس بيتأخروا ويجوا بعدين يقوموا شنو يصلوا. ولهذا يجوز أن يتهجد في رمضان في أي وقت، سواء كان من أول رمضان أو من نصفه أو من العشر الأخير. وأغلب الناس الذي عليه العمل أنهم يتهجدون من العشر الأخيرة في رمضان، وذلك مظنة ليلة القدر. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يحرص على أن يعتكف في العشر الأخيرة من رمضان رجاء أن ينال بركة ليلة القدر. وعلى هذا يعني إذا أراد الناس أن يصلوا في العشر الأواخر فلهم ذلك، ولو اصطلحوا أن يصلوا النصف الآخر برضو لا بأس. وأغلب الناس كما قلت لك يصلون يعني النصف أو العشر الأخيرة رجاء يعني التماس بركة هذه الليلة. وإذا بدأوا العشر الأخيرة فإنها تبتدئ، أو إذا أرادوا أن يصلوا العشر الأخيرة فإنها تبتدئ بمغيب شمس يوم 20. وهذا الذي يدخل فيه المعتكف معتكفه. لو فيكم زول دار يعتكف يقصد هذه المساجد ويعتكف، يدخل الاعتكاف ليلة 21، يعني يوم 20 بالليل. إذا انتهى يوم 20 غربت الشمس، الليلة دي ليلة كم؟ 21، وهي داخلة في العشر الأخيرة. طبعا في ناس من يوم 19 بالليل بيقوموا شنو يظنوا لا يوم 19 والليلة اللي بعدها هي ليلة 20 داخلة في الليالي شنو في الليالي الوسطانية في العشر الوسط. لكن العشر الأخيرة تبتدئ بمغيب شمس يوم 20 بالليل، دي ليلة كم؟ 21. بعد ذاك الإنسان يعتكف، لو دار يتهجد يبتدئ التهجد، وهكذا إلى آخر الشهر. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى. طبعا الغرض من قيام الليل قراءة القرآن والصلاة، الاثنين يعني هو داير يقرأ. ولهذا الفقهاء قالوا في رمضان الإمام يسمع الناس كل القرآن إن استطاع، يسمعهم القرآن كله. والختم في رمضان مشروع، أن يختم الإنسان يعني القرآن في رمضان مرة ومرتين وأكثر. ولذلك الصلاة مقصودة، وأيضا تلاوة القرآن وختمه، لأن الصلاة لا تحصل إلا بقراءة القرآن. لكن يعني الإنسان عليه أن ينتبه في هذا. بعضهم يكون حريص على أنه يهتم بختم القرآن لكنه لا يقيم للصلاة ركوعا ولا سجودا. يعني ما ممكن يكون هو قايم مثلا 15 دقيقة 20 دقيقة وهو واقف، بعد ذاك يجي يركع ركعة أقل من دقيقة ويقوم، ما ممكن. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال رمقت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الصحابي يقول قال فقيامه فركوعه فرفعه من الركوع فسجوده قال قريبا من السواء. فالصلاة تكون شنو يعني صلاة يعني متوازنة مع بعض. ولذلك يعني العلماء قالوا إذا يعني قلل المقروء من القرآن في الركعة فإنه يزيد عدد الركعات. إذا قرأ بسيط ركعاته يكون شنو كثيرات، وإذا قرأ يعني كثير ركعاته بيكون قليلات. وطبعا الآن الناس يجي واحد يقول لك يا أخي لا تصلي 8 ركعات بس وما تزيد، وخير الهدي هدي محمد. طيب صلي زي ما كان بيصلي محمد عليه الصلاة والسلام، كان يستفتح في الركعة الواحدة البقرة والنساء وآل عمران فد ركعة. وانت داير يعني توافق النبي صلى الله عليه وسلم في العدد ولا توافقه في الكيفية، لا. ولذلك يعني أنا شايف أهل التهجد لو داير يصلي فإنه لا بأس أن يزيد في عدد الركعات، لأنه القول المعتمد أنه صلاة التراويح أو قيام رمضان أو القيام عموما ما عنده عدد معين من الركعات. وبالتالي لو قام مثلا قلل المقروء قرب الناس نجمة واحدة وزاد عدد الركعات أفضل، لأنه بيكون في مشقة للناس. وبعض الناس تلقى الواحد نايم وتعبان أو في التشهد تلقاه ينوم، لا، لو صلى بالناس يعني قام بهم قيام بسيط وزاد في عدد الركعات فإن هذا أفضل للناس وفيه نشاط أكثر، فيه نشاط يعني أكثر. ولذلك المقصود أن الإنسان يقرأ القرآن ويصلي كذلك في يعني رمضان فيسمع الناس القرآن يعني كله. أسأل الله التوفيق. تفضل.